في آخر تحديث من شركة زراعة الشرائح الإلكترونية في الدماغ نيورالينك بتاعت إيلون ماسك، عرفنا مصير أول واحد يجرب يزرع الشريحة دي جوه دماغه. بدأت نيورالينك مع المريض صفر علشان تبدأ تعمل أكتر تجربة طبية مثيرة للجدل في القرن ال21، واللي حرفيا بتلحم الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال. في يوم الأحد 28 يناير 2024 بدأت شركة نيورالينك بتنفيذ أول عملية روبوتية على دماغ الإنسان. العملية دي تم فيها زراعة 64 من الأسلاك مباشرة في أنسجة القشرة الدماغية بتاعت شخص ما، وكل سلك من دول يحتوي على 16 مجس من اللي بيسموها مجسات القطب المجهري. ومع كل الحاجات دي في كمبيوتر صغير جدا شغال ببطارية، وهو والبطارية كل الحاجات دي اتحطت في جمجمة شخص ما، وبكده نقدر نقول إن تم تشغيل شريحة N1 لأول مرة جوه إنسان حي. بعدها طلع إيلون ماسك أكد نجاة المريض صفر من الإجراء وإنه بصحة جيدة وبيتعافى بشكل جيد. في الأول أنا كنت حاسس إن التقنية دي ممكن تكون خيال علمي وإن الراجل ده بيحلم، بس في 2024 نيورالينك بقت حاجة جدا جدا حقيقية وشغالة، وإيلون ماسك عرف يحط القطعة المناسبة جوه جمجمة شخص ما. ومش بس كده، ده كمان عايز يعمل منتج تاني مسميه تيليباثي أو التخاطر. التخاطر ده هيمكن المستخدم من السيطرة على السمارت فون بتاعه أو الكمبيوتر ببساطة من خلال التفكير، وممكن مع الوقت كمان يمكن المريض من استخدام التخاطر للسيطرة على أي جهاز إلكتروني خارجي متوصل بأجهزة الكمبيوتر أو السمارت فون بتاعه. بس في الوقت الحالي الكلام ده كله لسه ما اتعملش، ولاحظ إني قلت من شوية كلمة المريض، فمفيش فكرة إننا هنبقى سايبورج أو نص إنسان ونص آلة والكلام الفاضي ده، علشان المريض صفر والمستخدمين الأوائل لنيورالينك هم أشخاص عندهم إعاقات أو في حالة بدنية صعبة أو عندهم شلل كامل في الجسم. فالغرض من التجربة السريرية الأولى دي لنيورالينك هو مساعدة استعادة بعض مستويات التحكم الذاتي للأشخاص دول. والتطبيقات الأولى لنيورالينك عبارة عن حاجات شبه الكتابة التخاطرية والتحكم في المؤشر بتاع الماوس بس عن طريق التفكير مثلا، أو حتى لعب الفيديو جيمز. وطبعا كل الحاجات دي احنا شفناها في الفيديو اللي فات لما كنت بوريكم مقاطع وهما بيجربوا الحاجات دي على القرود. بس في حاجات تانية مثيرة جدا كان إيلون ماسك بيلمح بيها، زي مشروع إعادة البصر عن طريق الشريحة دي برضه. بس ده توبيك معقد شوية، لأني لما قرأت في الموضوع حبة فهمت إن مش شرط الشريحة دي في البداية ترجع البصر بالشكل اللي إحنا متخيلينه، بل ممكن يكون الموضوع عامل زي إن اللي فقد بصره يقدر يشوف بيكسلز أو حاجة حتى قبل كده بشوية، عاملة زي الجيم بوي اللي كنا بنلعب بيه لعبة العربيات دي. هبقى أحط لكم فيديو ليه. ولكن المهم والأكيد إن إحنا عايشين في وقت غريب وجميل، وحقيقي الواحد مش عارف، أو أنا عن نفسي مش عارف أفكر في الاحتمالات اللي جاية، لا من نواحي إيجابية زي إيه اللي ممكن نشهده تاني بيحصل أكتر من كده، ولا حتى من نواحي سلبية زي إيه ممكن يبوظ من الاختراعات دي وبأي شكل مأساوي ممكن حاجة معمولة بهدف نبيل أو طيب أو نوبل بالإنجليزي مثلا تستخدم في حاجة مش نبيلة. علشان لاحظ معايا كمان إن إحنا كبني آدمين دايما عندنا سمعة كده إن إحنا ناخد حاجة معمولة بهدف نبيل وندور بيها الضرب في بعض.